لقد خسرنا خسائر بشرية ومادية فادحة. وصلت أمريكا إلى ما لا يحمد عقباه. لقد أصبحت الحروب اليوم وسيلة مدمرة تدفع ثمنها الشعوب البريئة، وتترك خلفها الدمار والحزن واللجوء والمعاناة. إن استهداف المدنيين ومن بينهم الأطفال والنساء هو انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية، وندعو إلى وقف فوري لكل العمليات العسكرية التي تضر بالمدنيين، وإلى تغليب اللغة الحوار والحكمة. كما نؤكد على ضرورة احترام كرامة الإنسان وحقوقه دون تمييز أو استثناء، والعمل الجاد من أجل حماية الشعوب من ولاة الحروب والصراعات. كفى دماء، كفى دمارا، فالسلام هو السبيل الوحيد. فإزهاق الأرواح وتدمير البيوت لا يمكن أن يكون طريقا لتحقيق الأمن أو الاستقرار، بل يزيد الأزمات تعقيدا ويعمق معاناة الشعوب. إن استهداف الأبرياء جريمة مرفوضة بكل القيم الإنسانية والأخلاقية، ويجب أن يتوقف فورا دون قيد أو شرط. فلا طفل يستحق أن يحرم من الأمان. إن حياة الإنسان هي أقدس ما في الوجود، ولا يجوز أن تكون الشعوب ضحية لصراعات سياسية أو عسكرية لا دخل للشعوب فيها. فالأطفال والنساء ليسوا طرفا في النزاعات، ومع ذلك يدفعون الثمن الأكبر من الألم والفقدان. يؤكد أن احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي الإنساني واجب على جميع الأطراف دون استثناء، وأن استخدام القوة لا يمكن أن يكون حلا دائما، بل يزيد الأزمات تعقيدا ويعمق معاناة الشعوب. إننا ندعو إلى وقف فوري للعنف، وإلى تغليب اللغة الحوار والحكمة، والعمل الجاد من أجل تحقيق سلام عادل يحفظ كرامة الإنسان ويضمن الأمن والاستقرار.